اوكي، هذا المقطع كمان راح يكون سريع. امس السبت نزلت الحلقه العاشره من بوكو هيرو اكاديمية الموسم الثامن، واللي تمحورت عن سلاحف النينجا واعاده الاعمار، والمين ايفنت او الحدث الرئيسي سالفه اوتشاكو وندمها على موت اوغاهيميكو. رغم اني اشوف الموضوع تافه، يعني هي ضربت معك وكانت تبغى تقتلك وانت سويتي اللي عليك وهي كمان اللي غلطانه، فليش تبكي؟ راح اسلك بكلمتين فقط، تأنيب الضمير. الصراحه الموسم هذا كله راح يكون تحت عنوان التسليك الاعظم. المهم اجى الفارس المنقذ ديكو وقاعد يحاول يواسيه على الاشرار اللي قتلوهم. محتاج اسوي مقطع كامل عن البوشيت اللي صار في اخر موسمين. ديكو كان يواسيها ومسك يده ويقول لها ما عليك، لازم احيانا نبكي ونفش اللي فينا، وكنت اشوفك بطلتي من البدايه. كلام رومانسي كثير جدا بس من دون اعتراف. الحاصل اي شخص صاحي يعرف انهم كانوا يحبون بعض من البدايه، ولكن في كميه كبيره من الناس كانوا يسحبون انه ديكو واوتشاكو جايز. طبعا انا تكلمت عن سالفه ديكو في هذا المقطع، ولكن اوتشاكو كانوا يشبكوها مع توغا هيميكو ويقولون انها توغا جاي، وهو صراحه هي بنفسها صرحت انها قالت انها تحب ديكو واوتشاكو، فهي جاي للاسف. لا اله الا الله، وانا كنت مكرش عليك. الحين الناس لما شافوا المشهد هذا قاموا وسووا ضجه مو طبيعيه على تويتر او اكس، وقاموا يسبسبون اهل المؤلف والاستوديو، ويقولون انها تيكو المفروض انه يصرح بمشاعره لباكوغو، واتشاكو كان المفروض تقول احبك موت وتعترف رسميا انها جاي في اللحظه اللي كانت قاعده تبكي فيها. ايش كان نوع المخدرات يتعاطوها الناس وهم كانوا يتفرجوا هذا الانمي؟ حبيت التغريدات اللي ردت على مرضهم، زي من المضحك رؤيه الغضب لان معجبي يوري اعتقدوا ان فكرتهم كانت حقيقيه عند لم تكن كذلك ابدا. من المحتمل ان هؤلاء الاغبياء لم يقرأوا المانجا او يشاهدوا الانمي. السياح سوف يصبحون سياح. طبعا ماني فاهم بالمعنى الحرفي لكلمه سياح. واحد تاني قال لك هذا هو 11/9 لجميع الشاحنين المثليين. وتعليق سراجي اللي كان يقول فيه يا جماعه الاجانب اتجننوا من ذي اللحظه، والله تمنيت ان المؤلف يختمها ببوسه عشان يقهرهم بزياده. كافر على الفاضي، بوسه مره واحده. انا لو كنت مكانه كان قلت لها خليهم يسووا. اكثر سبب يخليني ما اطيق اشوف فانزات ده الانمي غير الكرنج طبعا، هو انه مصرين على انه يكون في تركيز على العلاقات المثليه في انمي اصلا مو مركز حتى على العلاقه الطبيعيه. الانمي محور عن الابطال، فليش يركز على الامور ما بين الحب والرومانسيه؟ انا ابغى اعرف كيف الحميد الجي الناس ما لاحظوا العلاقه ما بينهم طوال الانمي. هل كنت قاعد تتفرج الانمي من